اليوم غادي نتقاسم معكم واحد القاعدة أو واحد المبدأ أو واحد الحق من الحقوق ديال المواطنين المتقاضين، اللي هو الخطأ القضائي وجبر الضرر ديال هاد الضحية اللي تضر بالخطأ القضائي. فقانون المسطرة المدنية والقانون الدستوري بالضبط الفصل 222 من القانون الدستوري تيقول اش كيقول بالضبط؟ تيقول لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. إذن هناك ضرر بسبب خطأ قضائي، وهناك تعويض من طرف من طرف الدولة. إذن هاد ثلاثة العناصر هي اللي غنعتمدوا عليها، هي الضرر ثم الخطأ القضائي والتعويض الذي تتحمله الدولة. يعني الدولة هي اللي كتحمل هذا التعويض، تتخلص هذاك المواطن، تتعوضوا على هذا الضرر هذا اللي تحرم بسبب خطأ قضائي. فواحد السيد غنتقاسم معكم واحد النازلة اللي تبعات عرفات واحد المجموعة من الأطوار والمراحل في المحاكم المغربية. كان الحكم ابتدائي ثم استئناف ثم نقد ثم استئناف ثم نقد. فالابتدائية تبعت واحد السيد من أجل واحد الجنحة في حالة اعتقال، كانت المتابعة ديالو في حالة اعتقال، فحكمت الابتدائية بالبراءة ديالو. وبالنسبة للضرر الطرف المدني حكمت بعدم الاختصاص. مشات النيابة العامة كتستانف هذا الحكم الابتدائي، فالمحكمة الاستئناف حكمت عليه ب6 شهور موقوف التنفيذ وغرامة مالية ثم تعويض ديال 80,000 درهم للطرف المدني. مشى هاد السيد هذا دار النقد، انا ما قابلش هذا القرار ديال محكمة الاستئناف، انا بريء. فمحكمة النقد قبلت له النقد ديالو وحالته العريضة ديالو وحالت الملف مرة أخرى على محكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف لغات الحكم ديال القرار ديال محكمة الاستئناف الأول اللي هو الإذانة ديال 6 شهور موقوف التنفيذ، وحكمت بالبراءة. يعني إيدات الحكم الابتدائي اللي عطاته البراءة وعدم الاختصاص بالنسبة للطرف المطالبة بالتعويض للطرف المدني. مشات النيابة العامة لمحكمة النقد باش تطعن في هذا القرار ديال الاستئناف اللي عطاته البراءة واللي إيدات الحكم الابتدائي ديال البراءة. فمحكمة النقد رفضات هذيك عريضة النقد اللي دارتها النيابة العامة، مبررة ذلك بأنه في المسطرة اللي تبعوا القضاة في هذا الملف هذا ما ارتكبوا حتى شي خطأ. فالسيد هذا ملي تقدم المحكمة عطاتو محكمة النقد رفضات النقد ديال النيابة العامة، وبالتالي رجع الحكم ديال البراءة نهائي. مزيان. إذا ملي خدا هو البراءة مشى هو والدفاع ديالو داروا دعوة في المحكمة الإدارية كيطالبوا بالتعويض. قالوا حنايا السيد عندنا الموكل ديالي بريء في حين تبع في حالة اعتقال وتعتقل 99 يوم، ما يعادل 30 90 يوم، 3 شهور تقريبا 4 شهور، ما كملناش 4 شهور، تعتقل 4 شهور ومن بعد تعطات له البراءة. فهذا حرمان من الحرية وتبين أنه بريء من بعد. فاحنا كنطالبوا بالتعويض لانه تحرم 99 يوم من حريته ومساس الحقوق ديالو الاساسيه. المحكمه الاداريه قالت بانه ما كاينش تعويض. علاش؟ حيت ما كاينش خطا. ملي كنرجعوا للتعريف ديال الخطا، النص الوحيد اللي عرف الخطا هو الفصل كنظن 78 من قانون العقود والالتزامات او ظاهر العقود والالتزامات، اللي تيقول بانه الخطا هو انني ندير شي حاجه اللي ما كان خصنيش نديرها، او ما نديرش شي حاجه اللي كان خصني نديرها. هذا هو الخطا. ندير اللي ما خصوش يدار او ما نديرش اللي خصو يدار. ببساطه هذا هو الخطا.
التعريف ديالو القانوني في قانون العقود والالتزامات فصل 78 ياك بالضبط. وهذا كان الله يعطيك الصحه فوزيه. اذن كيفاش عرف هذا التعريف يحدده؟ لا ما كاينش هنايا. نشوف أهمية تعريف ارتباط الفرق. تعريف الخطأ هو ترك فعل ما كان يجب القيام به أو القيام بفعل كان يجب تجنبه دون نية إحداث ضرر. إذن فمحكمة الإدارية من بعد ما تبعت الملف وتبعت المساطير وتبعت القرار ديال الاعتقال المؤقت او الاحتياطي ديال الشخص والمتابعه ديالو في حاله اعتقال، و99 يوم اللي دوزها في الاعتقال الاحتياطي، ومن بعد تعطات له البراءه، واصبح الحكم او القرار نهائي، واصبح الحكم ابتدائي حكما نهائيا تم تأييده من طرف محكمه السيناء بقرارها، ومحكمه النقد رفضت الطعن الذي تقدمت به النيابه العامه، فاصبح الحكم نهائي ديال البراءه. فتتقول لهم سيدي ما ارتكبتش المحكمه خطأ، فالتسيير ديال المسطره كلها، التدبير ديال المسطره كلها بما في ذلك قرار الاعتقال الاحتياطي لم يكن معيبا ولم يكن فيه تعسفا ولم يكن متجاوز للمساطر وللأعراف وللنصوص القانونية. فالقاضي خذا القرار سواء كان يعني قاضي إما تحقيق أو النيابة العامة لأمرت الاعتقال الاحتياطي ديالو، وبما أنه ما كانش هناك تعسف وما كانش هناك خروج عن السلوك السليم، فما كاينش هناك خطأ وبالتالي ما كاينش تعويض. هاد النقطة هذه إيجابية طبعا اللي حسمت فيها محكمة النقد. علاش؟ لأنه طبيعي جدا أن القاضي يخطأ، طبيعي، وغادي يحاول يقوم بكل ما يمكن أن يقوم به من تحري، من بحث، من البحث عن المعلومة، عن المعرفة، القانون المقارن، الاجتهادات القضائية. طبعا هذا الشيء راه ما كاينش في الواقع، لأن الكم اللي عند القاضي راه ما عندوش فين يدير هادشي، راه كيبدا يخدم غير بالتجربة ديالو بالحنكة ديالو، والحد الأدنى شنو هو النصوص القانونية. فالاجتهادات أصبحت استثنائية. الاستثناء كاين الاجتهاد ماشي الاجتهاد القضائي، الاجتهاد العلمي، البحث عن المعرفة أصبح استثنائي جدا، إلا بعض القضاة اللي فيهم القرحة ديال البحث العلمي. أما القضاة الأغلبية منهمكين، و يعني مقضي عليهم، هما قضاة ولكن مقضي عليهم للأسف فاش في الكم اللي غارقين فيه ديال الملفات، وبالإضافة للكم اللي عندهم التحرير، خصو يحرر الحكم ديالو. يعني راه تلقاو القضاة غادي جايب الشكاره، ديك الشكاره ما فيهاش وريقات ديال الزواق، راه في ملفات، وبل اكثر من هذا كتلقى الشكاره وتلقاه هاز بيديه، ولا غادي واحد المساعد معاه ولا عاون من الاعوان ديال المحكمه هاز مع الملفات باش يديهم للدار ويخدم فيهم السبت ويخدم فيه الحد ويخدم فيهم الاثنين ويخدم فيهم الثلاث، وفوق ما لقى راسو فايق كيمشي. طبعا هنا الجوده غادي تكون يعني ماشي داكشي اللي نتمناوه. يعني تشوف القاضي في الخزانه وتيبحث وهذه المجلدات وهذه الرسائل ديال الدكتوراه والكتب اللي مكتوبه والمؤلفات والشهادات القضائيه القديمه والحديثه والقانون المقارن، ويقارن مع هذه الدوله ويقارن مع هذا البلد ويقارن مع، لا، هذا الشيء ما عندناش للاسف. كان دابا رجع لنا استثنائي، لان الكم انا تنقولها وتنكررها، وهذه نقطه هي راه ماشي غير الاجر اللي تيخصو يعني تكون فيه مناقشه الاجر ديال القاضي، راه العمل ديال القاضي، الجوده ديال القاضي، تمكينه من جميع الوسائل والامكانيات والموارد والوقت والزمن وطريقه العمل. يجب ان نعمل على ضوبطه عمل القاضي بواحد الطريقه اللي تمكنه انه يبدع، يبتكر، يجتهد، يمتعنا بالابيات الشعريه وبالفقه وبالابحاث والجديد، ماشي داك الشيء القديم. على اي نرجعوا للموضوع لانني خرج شويه من هاد القضيه هذه. فملي كنقولوا بانه ما ارتكبش خطا، راه قالت ما ارتكبش خطا، وبالتالي المواطن المتقاضي اللي تعتقل 99 يوما اعتقالا احتياطيا ليس ضحية خطأ، لكن كانت المسطرة عادية. فلو كان جرينا لقينا شيء تعسف أو شيء عدم احترام مسطرة أو شيء تجاوز من طرف القاضي اللي خذا القرار ديال الاعتقال الاحتياطي، وكان قصد يعني في الاعتقال الاحتياطي يكون عند القاضي إما تحقيق أو قاضي أو وكيل الملك أو من ينوب عنه، يمكن من بعد الحكم
استثنائيا حتى القاضي ديال الحكم يمكن الا شاف شي حاجه خطيره جدا يمكن ياخذ هاد القرار. اذا فعادي جدا ما دام ما كاين تجاوز، اذا راه ما يمكنش يكون عنده تعويض، لانه القاضي اجتهد واشتغل ووكيل الملك ولا قاضي التحقيق ملي خدا داك القرار ديال الاعتقال الاحتياطي، فالعناصر اللي كانت عنده خلاته يميل للقرار ديال الاعتقال الاحتياطي. ان عنده عناصر الا جينا في كل مره خدا المتقاضي البراءه وكان الاعتقال ديالو وتابعنا المحكمه او القاضي او وزاره العدل او الدوله من اجل التعويض، ما يبقى حتى شي واحد يامر بالاعتقال الاحتياطي، ابقى تنخافوا ما غياخذ حتى شي قرار ويبقى دائما مخلوع. ولا القاضي خصها تبقى له الحريه، لكن الحريه بدون تعسفات. فالمحكمه الاداريه هنا فين كانت النقطه اللي مشات تبحث فيها، هل هناك تجاوز للقاضي؟ هل هناك تعسف؟ ام نقول اي قاضي كان في محل هذا القاضي ديال التحقيق او وكيل الملك كان في مكانه وفي نفس الشروط وفي نفس الظروف، واحسن قاضي بعلمه ومعرفته وحنكته وخبرته كان سيأخذ نفس القرار اللي هو الاعتقال الاحتياطي، ايداع في المؤسسه السجنيه. تنقولوا اذا ليس هناك خطا، وبالتالي ما غاديش يمكن يكون اعتراف بان هناك خطا، وبالتالي ما كاينش ضرر، وبالتالي ما كاينش تعويض. فهذا الضرر اللي وقع اللي هو ضرر لكن للاسف دون خطا، نهار نمشيو المسؤوليه بدون خطا بحال مسؤوليه حارس الشيء، ديك الساعه تقولوا راه الدوله كتحمل المسؤوليه. ولكن مشينا درنا هذه غادي نقيدوا المحاكم وما غتبقاش تاخذ القرارات ديالها وغتبقى دائما مخلوعه. ويمكن يكون عندنا الناس بزاف اللي دايرين اخطاء فادحه. هادشي راه ما تنتكلمكمش انا ما تاخذوش بانه تهضروا لي على الفساد والرشوه، انا كنهضر لكم على القانون وعلى القاضي النزيه وعلى المحكمه النزيهه والطريقه السليمه ديال العمل في بلد سليم. ما تهضروليش في الاستثناءات، هذه هي القاعده.